اي والله اني مقفلها، يعني لازم اعمل لكم دعوه انا. اهلا صادق، كيف حالك؟ صادق، أهلا وسهلا، الحال بخير. كيف حالك يا الحبيب؟ الحمد لله، بارك الله فيك. كيف الوالد؟ الحمد لله، الله يجزاك بخير. شفشاون، كيف حال شفشاون؟ مشجعاه يعني للزياره ولا ما لا؟ لا، مرحبا. جميله. لا، جميلة، مرحبا. حاليا بتكون خضراء احسن من الزياره السابقه، كنا زرناكم في الشتاء. كم في الشتاء صحيح. المهم ان الوالد بخير وصحته تمام وكل شيء على ما يرام. الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك. عموما نراك غدا بعد غد ان شاء الله إن شاء الاثنين. الله، مرحبا. مرحبا. الله يحفظك يا صاحبي، شكرا جزيلا لك، شكرا. شكرا لك يا أخي، وأنا مضطر الآن أنه أنا شكلي مغلق عليكم الموضوع. يا ليلى دانا يا لدانا لدان، يا ليلى دانا يا لدانا لدان يا ضبي صنعاء. ليت الليالي ما تفرق بيننا، ليت الليالي يا جري. أنا أطلعكم الآن كلكم. الآن أطلعكم كلكم ولا يهمكم. اطلعوا 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 اطلعوا، خبرونا وإيش أخباركم، كيف حالكم؟ السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. اهلا خويا اسعد، لاباس بخير؟ أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. لا تكون أنت مهاجر أم قيس. يا مهاجر معك مهاجر صدامي. كيف حالك يا أخي؟ الحق. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. انا غير جيت دخلت معك، جبرتك فاتح، طلعتيني مباشرة بدون ما نعرف الموضوع ديال النقاش، ولكن كنظن بان النقاش غيكون حول الجزائر. ما موضوع ولا جزائر. الاخ اسعد، بغيت نقول لك واحد القضيه. واحد الحاجه ان هذه الحرب التي كاينه بين الجزائر والمغرب هي حرب بارده بين روسيا وامريكا، وبالتالي احنا كنشوفوا راسنا اطراف، كنخدموا اطراف جهات خارجيه، وما عندنا حتى شي مصلحه في هذه الحرب هذه. وكنشوف ان نحن كمغاربه التحالف ديالنا مع الولايات المتحده الامريكيه ما خصوش يكون ارتماء في الاحضان ديالها. وكنشوف انا، ولهذا عملت الصوره ديال صدام حسين هو ضحيه التحالف مع امريكا وثق فيها ثقه عمياء، وهذيك الثقه هي التي ادت به الى السقوط المدوي. ولهذا كنقول للاخوه المغاربه لا تتحمسوا كثيرا بتحالفنا مع الولايات المتحده الامريكيه، وعلينا ان نتخذ الاحتياط الكامل ونشوفوا ونديروا تحالفات مع اطراف اخرى التي يمكن ان تخلق توازن في العلاقات الدوليه المغربيه ان شاء الله، باش يكون المغرب من بين الدول، من بين القوى العظمى. وشكرا. وكذلك نطلب، وكذلك كنقول بان المغرب ينبغي له ان يستفيد من موقعه الاستراتيجي كما استفادت تركيا في هذه الحرب البارده التي هي قائمه بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. اذا كانت امريكا، اذا كانت تركيا عندها مضيق هرمز، فنحن اذا كانت تركيا عندها مضيق الفوسفور، فنحن عندنا مضيق جبل طارق، كذلك هو موقع استراتيجي وجد مهم. طيب، وشكرا للاخ اسعد انك اعطيتني فرصه. تحالف استراتيجي، ما رايك؟ تحالف مع امريكا، نعم، هو في الصعب طبعا. انا وانت تحالف. تحالف على الدلاح. يلا افتح لنا صورتك نشوف من انت. ما اكذبش عليك، انا دابا في الدار، وفهمتي ممكن انني مهم في الدار مع العائله، ومهم في مناسبه اخرى نقدر نفتح، ماشي مشكل. طيب شكرا. لا يهم الشخص بقدر ما يهم الافكار. لا قد تطلع غير مغربي انت. لا والله مغربي. واش بالصوره تعرفني مغربي؟ نحن المغاربه والجزائريين نتشابه مع بعضنا في الصوره. لا يعرفوك المغاربه على طول. لا، وبالكلام. واش بيك يا اخو؟ ما على باليش.
طيب انا بس اكد لك انه التحالفات الدوليه هي ما فيش فيها ارتماء، هي تحالفات مصالح، الدول تربط مصالحها. هو صدام الذي وداه في 60 داهيه، ليست تحالفات. العنجهيه والغرور والكبر الذي كان فيه هو الذي وداه في 60 داهيه وليس الحلفاء. اما الدبلوماسيه الحكيمه هي التي تربط. ولكن يا اخي ولكن يا الاخ اسعد، كما تعلم ان في حاله الحرب تكون هناك الاطراف هي التي تدعم، وانت عارف بان سقوط جزيره الفاو العراق كان حيث ان امريكا اعطت له معلومات خاطئه، ولهذا احنا التحالف ديالنا مع امريكا يكون طبعا كاين هناك دعم بالسلاح وكاين دعم معلوماتي، وبالتالي خاص الغربله في هذه المعلومات. ولما لا نخلقوا اطراف سياسيه اخرى ونحاولوا حتى حنا نستفدوا من التحالف هذا ونهددوا حتى الامريكان، نعاود نهددوهم، نقولوا لهم بان راه روسيا راه وصلت المحيط الاطلسي، ولهذا المغاربه بحاجه الى التصنيع العسكري. احنا خصنا تكون عندنا وزاره التصنيع العسكري باش نكونوا عندنا دوله، عندنا سياده كامله غير منقوصه. طيب اشكرك شكرا جزيلا. شكرا صديقي الفلالي، تفضل يا الفلالي. السلام عليكم اخي اسعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يسلمك. كل شيء بخير؟ والله لا باس الحمد لله. طلعت نقول على انه انا ما نهضرش في السياسه اليوم، نقول مبروك للمغاربه جميعا فوز المنتخب المغربي. وبغيت نقول لك على انه اللايف ديال المضيق كان من احسن اللايفات اللي دارت. اللي بعد سبته مع العائله قصدك؟ نعم. والله بالصدفه ممتازه جدا. والله كان مؤثر. لو تشوف انتم ما شفتوش انتم بعد ما اغلقنا اللايف. نعم. البنت الصغيره كانت تشد فيني والولد ماسكني ما تركني يمشي. لا شفتها اخي اسعد، شفتها. والله العظيم يا اخي، الله ما سخيت بيهم، والله العظيم ما سخيت بيهم. وحنا ما سخيناش. بدأوا ناس يتعاطفون معهم. في واحد جاي من فرنسا بعد بكره، نعم، وطالب منا رقم الولد، قال والله بيعطيه ايفون جديد عشان يكون يطلع معنا في التيك توك. وان شاء الله نطلعه في التيك توك قريب معانا ان شاء الله. ولد نابغه حقيقه ما شاء الله عليه. ما شاء الله. والنشيد الوطني كان ممتاز. البنت 4 سنوات ما شاء الله عليها. نعم. انت ما سخاوش بيك وحنا ما سخيناش بيك ملي مشيت من فاس. والله ما سخينا. الله غالب يعني لازم نمشي. بس انا في الشمال الان، والشمال صراحه أعجبني فيه أن المناطق متقاربة جدا. نعم جميلة والله. عمري ما رحت هناك أسعد. يا مغاربة تقوى الله، أقسم لكم المغربي اللي في الجنوب واللي في الوسط وما جاش المضيق وما عمره شاف تطوان، وأقسم لكم بالله أنتم وين مغيبين؟ أنا رحت لتطوان، لكن المكان اللي رحت له أنت ما عمري وصلت له. أوه، هذاك المكان يا أخي لا يمل والله العظيم. بعد تاريخي وبعد سياحي جميل جدا. ما شاء الله. كيف هو حال خي ابو مهدي؟ ابو البقوس هو دائما البقوس منور الرحله. الله ينوركم والله يحفظكم الزين. تعال سلم تعال. انا نخرج باش ندير الكاميرا اسعد. اذا هو يخرج يعمل لكم لفه على كابو نيجرو كذا ويرجع روح استحوذ. انا غندير على رجلي هابط ونوريكم. يلا طير سير. هنصور لكم بكاميرتين ان شاء الله. طيب اشكرك يا الفلالي اخي اسعد، شكرا جزيلا، تحياتي للجميع. اشكرك. الاخ ريفي حر تفضل. ممكن تنزلني خويا اسعد؟ السلام عليكم. تحياتي. مع السلامه. مرحبا يا الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا مبروك للمغاربه فوز كاس افريقيا اقل من 23 سنه، وتأهلهم ايضا الى. انا كنت اشجع مصر انا. معليكش انت حر طبيعي، شجع اللي بغيت. هانيه واحد الطلبه الاخ اسعد. اخ اسعد يا اخي اسعد معايا في السياره وانا معاه في اللايف، لخبطتنا. الله ياخذ فيك الحق. سد الماي. ايوه يا اخي. تحيه للاخ ياسر. قلت عندي واحد الطلب ليك انت بالخصوص. تفضل يا اخي. حاول تكلم المغربيه،
يعني كم تكون رائعا حينما تتكلم المغربيه، خلاص تتكلم يعني المغربيه. خلاص بغيت نقول لك واحد الحاجه، انا هذا اللي حافظه. الله يحفظك. عرفتي المغربيه ديالك والله لا احلى من المغاربه، من المغربيه ديال المغاربه. يعني عنده واحد اللكنه والله العظيم. تنفرح من وتعجبني، تنفرح وتعجبني الحال تهضر المغربيه قسما بالله. للاسف والله هذا موضوع الاخ اسعد، هذا موضوع. دابا الا جيت المغاربه ممكن يتكلم معك المصريه واللبنانيه والسوريه ويهضر معك حتى اللهجات السودانيه، في حين ان المشارقه اتعلمها شويه صعبه يا اخي. لا هذا هو المشكل. دابا هي مسؤوليه الطرفين. حنا كمغاربه ما حاولناش نصدروا اللهجه ديالنا بالشكل المقبول اللي غادي يعطي نتيجه. في نفس الوقت ان المشارقه ما منفتحينش على اللهجه ديالنا، تتهضر معاه تقول لك صعيبه غير مفهومه. يا اخي غتكون اكثر من الشينويه، اكثر من اليابانيه، ومع ذلك تجد مشارقه يتكلموا اليابانيه ويتكلموا. لهجتكم يعني اول ما الواحد يسمعها في البدايه تبدو صعبه، بس اذا طرقت الاذن مرتين خلاص تصبح. هذا هو المطلوب. انا لم اكن افهمكم للامانه. انا في البدايه يكلمني المغربي لا ادري هو يتكلم عربي ولا ايش بيتكلم، كنت اقول ايش هذا يعني بزاف وخرابيط هذه. بس بعدين الفتها وحتى طلع لها عمق في اللغه، اللهجه المغربيه. كاين مصطلحات في اللغه. غير اللي بغيت نقول اول ما ظهر أصبحت أميز بين الصحراوي والشمالي والمراكشي والكزاوي من اللهجة، خلاص خبرة. وحتى بين المغربي والجزائري، وهذه ملاحظة لاحظتها كذلك. أنت تطرقت لها دابا. على العموم تحية لك خويا أسعد، كن على يقين أننا تنتابعوك، واكيد تنحترموا الراي ديالك سواء اختلفتي معنا ولا ما اختلفتيش معنا، انما المغزى ديال الاحترام انت فهمتيه بيناتنا. عبر كما تشاء، فقط احترام كما قلت مشاعر المغاربه، وعبر عن رايك انت حر. غير واحد الحاجه زوينه عجبتني، واحد اللايف، واحد المقطع ديال ديك بوس، واش لا تلاقيتي الملك تبوس له يده. يعني انت واحد الكلمه نذكر عاود. اول مره انا شفتك قبل الصراع مع التبونيين قلتي واحد الكلمه، ولكن مازال راسخه ليا في الاذهان. قبل ما تنطلق قلتي لهم يا ودي انا الا مشيت حتى بقيت نتهكم عليكم اجيبها سنتين بدون تعب، ولكن يا اخي انت قدها. خفف شويه على الجزائريين، ما تعممش التبونيين، هذا شأنك، ولكن كاين جزائريين احرار خوتنا وحتى هما مظلومين وحتى هما مقهورين وربي يفرج عليهم، بصح التبونيين لا اوصيك انت قدها وقدود. تحيه ليك وتحيه لكل الخوت اللي معك في اللايف، وشكرا بزاف. شكرا. والحقيقه اخوان الكرام هو ذكرني بشيء مهم، انه اخواننا في الجزائر. يا اخي شوشت علي يا اخي اللي بيتكلم في التليفون. يعني انا عندما اجي المغرب وابدا في رحلتي السياحيه المعتاده، جئنا في رحله الشتاء والان جئنا في رحله الصيف، يرتفع سعار الجانب التبوني زياده عن اي شخص. انا تحديدا انا يتحسسوا مني، لا ادري لماذا، والله ما ادري، رغم اني قايم معهم بالواجب وقاعد اربي واوجه يعني قاعد اشتغلهم بحيث انهم يستفيدوا من الحياه، لكن اساليبهم حقيره، تافهه ما يقدروا يواجهوا. يعني وانا اصور هنا في الشمال جنونهم، وانا اصور في الفنيدق والمضيق وتطوان يا جماعه هذا المغرب، ما انا لا اصدق ما تلتقطه العدسه. معقول لدينا بلد نموذجي مثل هذا البلد؟ يعني كمسلمين قبل كل شيء بلد اسلامي. الله، هم ناقلين نظرة لجماعتهم المستحمرين والمستبغلين ان المغرب هذا مخرابة ومدمر ومقتولين. اليوم جاء صاحب الحليب ينزل الحليب من الدكاكين ويوزع للدكاكين، وانا اصور اقول لهم شوفوا قال لك طوابير، ما في طوابير، اسطوانات الغاز قاعدة توزع. في جنونهم ايش يصلحوا؟ يقوموا يعني يصطادوا في الماء العكير، يبحثوا عن اي شيء. بيقوموا الان ينزلوا صور
إذا في أخت من الأخوات الكريمات مثلا لقيناها على قارعة الطريق، مرحبا أختي كيف حالك، وأحيانا يكون عمرها 70 سنة 80، يعني في والدة أم، يعني تخيلوا إلى أي مدى حقارتهم، إلى أين تصل مسألة الحقارة والإفلاس، إنه ما يعرفوا شو يردوا. يا أخي قر دابا انا خارج دابا ولا مدور والله شوشت علي قسما بالله. عندك عصير؟ لا ما اشتيش عصير، انا اشتي اريد اخرج صور لهم كابوني. امشي على رجلي باش في السياره. ايوه، فيعني تفاجأت انا طبعا انا منهمك في رحلتي، والله لا اعلم من الذي ينعق ومن الذي ينبح ومن الذي يتكلم، ولا ابالي باي شخص اطلاقا. بس احيانا ابو مهدي يقول لي شوف هذه الصوره ماذا يقولون، او يرسلوا لي عبر افتح تليفون القناه وترسل لي اشياء يقولون عنك، شايلين صورتي مع اخت كريمه ريفيه معروفه ممثله واكاديميه ومذيعه، اسمها الاخت ذي في الدشيره، زهره. الاخت زهره كانت تقدم الحفل، وعملت معها لقاء امام الكل، ومنزلين صورتي ومدري ايش. يا الله، ما عندكم يا اخي امهات؟ انتو ما عندكم بنات؟ ما عندكم محارم؟ ما عندكم اعراب؟ يعني ما قد كفتكم ام حسن، لازم ندي لكم الان خوات ام حسن والجيران ولا هذا. خلوني ارجع. شغلتني. تمام. ماذا تريد؟ لما ارى اساليبهم اعرف انهم اصبحوا مفلسين جدا. اسعد الشرعي مع المغربيه، اسعد حتى ام ايضا اسمها زهره، رحمه شفتوها انتو دي في مارينا الرباط، واحده عمرها 80 او 90. مرحبا، قسما بالله شميت فيها ريحه امي، اقسم لكم بالله شميت فيها ريحه امي. ارجوكم ارجعوا اسعد الشرعي ورحمه المغربيه، اكتبوا هكذا وتشوفوا الموقف الانساني والجميل والعاطفي. يروحوا يصوروا وجهي وراسها حجابها، وقالوا شوفوا حاضن مرأة مغربية عمرها 80 سنة بمقام الأم. يعني شوفوا حقارتكم. وأنا لا أذكر أسماءهم لأنهم بصراحة تربيتهم بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، إعادة تربية. أنا ما أعتقد إن عندهم وزارة التعليم والتربية والتعليم، يمكن عندهم تعليم ولا حتى تعليم. فهذا الأسلوب ديالهم انتشر وما قادرين يشوفوا شيء، مقهورين. وخصوصا عندما أذهب إلى فاس وإلى الأماكن التي تبرز وجه المغرب الجميل يجن جنونهم. خلاص يجن جنونهم، ما عاد إلا يقول المغربيات بوسبير الدعارة، أسعد بيرقص مع واحدة، أسعد لقيه سكران في مراكش، أسعد مع الراقصة هذيك الصفراء فاقع لونها، وبعدين يطلع رجال ثاني، وأسعد راح طنجة، وأسعد قابل واحدة، وأسعد سجلوا في الفنادق. أخي شفتوا هذاك الرجال اللي طلع التبوني قال لي يا أخي أسعد عندي نصيحة لك، أنت ذئب لكن ستقع في الفخ. قلت ما هو الفخ؟ قال سيصورونك في أوضاع مخلة وسيرسلون لك مغربية ويصوروك. أنا باشرته بسؤال مباشر، قلت ما رأيك أن الجزائريين حاولوا أنهم يرسلوا، وأقسم بالله حاولوا، وأقولها لكم وهذا سر، حاولوا عبر عدة مرات، ويعني جمارة تبونيات جمارة، وبعضهم عاملة نفسها صحراوية وجايين ويريدن ما أقع في الفخ، لأن احنا الحمد لله ليست بضاعتنا، هذه ليست بضاعتنا، والخصوم يعرفون. الحمد لله احنا ماشيين نيشان، عندنا بنات، عندنا أمهات، عندنا زوجات، عندنا محارم، عندنا أعراض، عندنا شيء. لذلك نبتئس عندما نراكم تنزلوا صورتي مع واحدة قابلتها في الشارع كإعلامي ويوتيوبر. ما هذا الحقارة يا أخي؟ والله العظيم أنا مستعد أعطيك أسماء من أخواتنا الجزائريات من حاولين على أساس يواقعن قصص حب عنيفة، وأنا عارف أن المرسلات منكم. يعني سبحان الله كل إناء بما فيه ينضح. أنتم بتقولوا الحاجات اللي أنتم مبدعين فيها أصلا، أو يدخلوا لك داخل الآن في اللايف، يدخل لك الآن في اللايف وأنا عندي الأسماء، إذا يريدوا الأسماء أنا أطلع لهم أسماءهن من أين هن، مثل ما كنتوا تعملوهن في دبي، وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الجانب، وتحاولوا تلبسوا كل شيء مغربي. أنا لو ننزل إلى مستواكم بنفضحكم، بنبهدلكم، بنمرمطكم، لكن أنا ماني فاضي لكم يا أخي بالله عليك. ما أترك المضيق وتطوان والأحباب والناس والريافة الطيبين ولا الصحراويين ولا أهل فاس ونقضي محمود أفرغ نفسي لتبون وغيرته. والله الآن أقسم لكم بالله ما كان على بالي هذا اللايف، لكن اتصلوا ناس بأبو مهدي يا أخي خلي سعد يطلع لايف، صار له يومين ما فتح لايف.
ما اريد اطول عليكم. ايضا من اساليبهم المكشوفه انه يطلع يحذف النقاش. كنا نتكلم عن وثيقه الاستقلال الجزائر والمغرب، ويطلع يقول لك يا اخي انت اذا لقيت محمد السادس، الملك محمد السادس، هل ستقبل يده؟ يا اخي ملوك رؤساء كلهم الجزائر كلهم قبلوا ايادي ملوك المغرب، ابتداء من محمد الخامس ومرورا بالملك الحسن الثاني وانتهى وحتى ولي العهد هذا سياتي تبون ويبوسها. انا اقول لك وقسم بالله اذكرك، هذا الجديد ولي العهد الذي سيحكم المغرب بعد عمر طويل لأبيه، إذا ما جاء تبون يقول عاش الملك عندما يصبح ملكا إن شاء الله، عاش الملك الحسن الثالث. انت تبوس يد كل يوم بالمنخر، اليد اللي كل يوم بالمنخر يعني بالنيف تمسح يمينا وشمالا، كيف تبوسها؟ لا يد من؟ مثلا احنا نبوس يد محمد السادس، يده النقيه، ما عمرنا نشوفوا محمد السادس. لا يا اخي موضوع البلد يا اخي انتم حاولتوا تفهموهم ان الامر طبيعي، ما مش فاهمين هذه الحكايه. بس حتى لو بغينا نبوسوا يد ثبون مسكين، يعني يده عندها علاقه مع انفه، دائما يمسح يمينا وشمالا، كيف تبوس يده؟ هو من سيبوس هو؟ طيب في واحده في هذه الاخت فاتحه الكاميرا، من فاتحه الكاميرا هذه الاخت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة مبروك 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 المنتخب المغربي للقوس فئة 23 سنة. أنا من الفنيدق، كبر صورة، أنا من الفنيدق بالضبط. هاي ثابتة أي كنا هناك الصبح. ايوه هذه مدينه صغيره في شمال المغرب، وشوف ما انظفوا، وخلي الناس اللي كتهضر في المغرب كتقول لك المغرب هذه مدينه صغيره في الحجم، انت شفتيها ما شاء الله عليها ونظيفه وما ناقصه حتى شي حاجه، الحمد لله. البحر ها هو، الناس انت كما كتشوف، سبته المحتله ها هي، الحمد لله يا ربي عندنا كل شيء وما ناقصنا حتى شي حاجه. وهذوك بالنسبه لي انا اللي كيهضروا على المغرب خصهم يجيو يشوفوا يتاكدوا، ماشي يسمعوا او يجيبوا كذوب غير من راسهم. الحمد لله الحمد لله على نعمه المغرب. وانا مهاجره مغربيه عايشه في اوروبا، وكنتمنى فوقات عي كيجي الصيف باش كنجي لبلادي. لو اني لقيت بلادي ماشي مزيانه في امكاني انني نمشي لبلدان اخرى، ولكن انا بلادي خط احمر وفي المرتبه الاولى عندي، وكنحماق على بلادي انا والمغاربه اللي مغربيين اصليين، واللي كيقول العيب في المغرب او شي حاجه هذاك غير حسد او غيره. وشكرا لكم بزاف كاملين بكم. ها هي تبدا وصله، ها هي تبدا المحتله، وهذه مدينه الفنيدق. انا اليوم اليوم كنت عندكم، بصراحه مدينه نموذجيه جميله جدا 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 ما شاء الله. وهذا البحر، وان شاء الله يا رب ادخل في الجزائريين بيقول لك المغاربه ممنوعين انهم يدخلوا نسبته، راح ادخل ونوري له الهويه المغربيه، ونهار اللي ندخل نسبته غنعمل فيديو وغنحطه على تيك توك باش يشوفوها، باش يعرفوا ان احنا عندنا حق ان ندخلوا نسبته، لان نسبته المغرب. اشكرك، شكرا يا ام كيان، شكرا لكم كاملين بكم، مع السلامه. حياك الله، مرحبا يا جماعه. الدكتور عبد الكريم بونمرش حكايته مسكين، كل ما طلع نزل. عنده مشكله هو ولا عندنا مشكله احنا ولا وين المشكله؟ طيب ياسر ولا علي؟ ياسر اولا. تفضل يا السلام عليكم. والله ما نفوز قدامك ودي ابو علي، زيد تفضل السي علي، زيد تلون. ما تلالين الهذا، تفضل. لا انت الاول، وانت جيت لا الله يحفظك يا سيدي، نسبقك انا. سير اخويا علي، سير تفضل. شوف اخويا انت فيك كنقتدي اخويا، سير عاسلق دباح وانا نسلق، عاسير. يا جماعه اطلع لكم تبوني، ما رايكم؟ والله يا استاذ اسعد هو يذبح وانا اضحكوا شويه، اطلع لكم تبوني ولا انا اليوم كاينه الفرحه عند المغاربه بمناسبه الفوز انا حزين يا اخي، انا شجعت مصر للامانه يا اخي. انا شجعت مصر يا اخي. حتى الفوز مصر لا تعتبر خاسره بالنسبه لنا احنا كمغاربه، تعتبر حتى هي فائزه، الحمد لله وصلت للنهايه. وفوز يا مريم سد المايك يا مريم. يعتبر فوزا للعرب جميعا، الحمد لله.
يا ياسر وين انت في مخرطه ولا وين انت؟ انا في مخرطه. خلاص يا اخي روح اخرط بعدين وارجع. تفضل يا علي انت، شد المايك انت يا علي. مزعج الصوت عند ياسر مزعج. لا انا ياسر مصر يا اخي، مصر انهزمت يا اسفا. كيف حالك يا استاذ اسعد؟ الله يزوجك يا اخي علي. ان شاء الله يا صديقي، والله وصلت الى حدود صفر ولم تصعد الى صفر. هي على الطريق واحنا راجعين. ان شاء الله يا استاذ، ان شاء الله. سفرو تازا ضروري نزور هذه المدينتين ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم يا استاذ. والله يا استاذ ساقول لك معلومه الان. حين عندنا مثل في المغرب يقول. لحظه يا علي، لحظه عفوا اذا قاطعتك. ما اسم المدرب المغربي للمنتخب المغربي هذا اللي لعب اليوم؟ الشرعي. وانا اقول منين النجاح. تحيه للشرعي، تحيه للشرعي يا شباب ارجوكم ولعوها لا مو وسط الشرعي بس خلوها كذا غامضه لي ولا الشرعي والله يلا يا علي يعني فعل خير، والله مرحبا بك. احنا نرحب بالكل يا استاذ اسعد، فما بال بواحد يعني يتقاسم معنا همومنا ويتقاسم معنا افراحنا. والله مرحبا بك دائما في بلدك، مرحب بك من كل الاطياف، يعني شفت الصغار والكبار والى غير ذلك من كل المجتمع المغربي مرحب به. يا استاذ اسعد، نقول عندنا مثل في المغرب يقول: اذا ضربت الاحمق يضحكون عليك، واذا ضربك الاحمق يضحكون عليك. في كلتا الحالتين، حينما نناقش الجزائريين ففي كلا الحالتين نحن الخاسرون، لاننا نناقش اناسا لا عقل لهم اصلا. وين ابو مهدي؟ طيب تخيل ابو مهدي شوف طلع من عندي من الغرفه وطالب قسط وما لقيتك. قلنا ما لك والله ما لاقي بين المطلوب. قول له شكله دخل لايف بالغلط، دخل لايف اخر. ابو مهدي الان في الشارع منتظر افتح له عشان يوريكم صور. خلينا نطلعها يا اخي. كمل يا علي، كمل. اوكي، ساقول لك معلومه واتمنى ان تسايرني فيها، كما سايرتني في مساله الشهداء، انهم لا يمكن ان يكونوا شهداء وتكون هذه تلك نهايات. أتدرك يا استاذ اسعد ان فرنسا زورت الاستفتاء الذي فعلته من اجل الخروج من الجزائر؟ لان كل الشعب الجزائر صوت ببقاء فرنسا. مرحبا كليب، صوت ببقاء فرنسا. ولكن لماذا خرجت الجزائر؟ لماذا خرجت فرنسا من الجزائر؟ بعد استقلال المغرب وقع ضغط دولي على فرنسا، وهذا الضغط قام به محمد الخامس رحمه الله في الأمم المتحدة وإلى غير ذلك. لذلك لماذا خرجت فرنسا من الجزائر؟ بعدما تركت أبنائها ليحكموا، وبعد ذلك خرجت لأنها تريد أن تقوم بتجارب نووية في الصحراء الشرقية المغربية التي هي في الجزائر، لكي لا تحاسب دوليا، لأنها إن كان سيحاسبونها ستقول أنا عملت تجارب في بلد عنده حكام، والحكام هم من سمح لي بهذه التجارب في الصحراء. لذلك خرجت فرنسا بعدما أن وضعت من ينوب عليها في الجزائر. وتدرك لماذا قامت حرب 63 بين الجزائر والمغرب؟ لأن بعد استقلال الجزائر كان هناك مجموعة لا تقبل ببن بلة وجماعة وجدة كما يسمونهم، فلكي يقوموا بردم هؤلاء الناس أو بقتل هؤلاء الأحرار الجزائريين قاموا بالهجوم على جنود مغاربة لكي يدخلوا في حرب. وحين دخلوا في حرب قالوا لهؤلاء الذين في الجبال: عندنا الآن حرب مع عدو، تعالوا شاركونا في هذا الحرب، حين ننهي الحرب ثم سنتقاسم السلطة. وحين نزل هذول الأحرار من الجبل قاتلهم بن بلة وبومدين. عجيب يا علي، يا أخي استنباطاتك خطيرة. أنت لديك
استنتاجات ما حد يقولها غيرك، سبحان الله. ما أدري إلهام ولا بعد نظر ولا كيف لا تقصد؟ والله حقيقة، والله هذا شيء حقيقة. فكر فيه يا أستاذ أسعد. فرنسا خرجت كيف ستخرج بلد ستعطي للجزائر استقلال وستترك 360 مليار فرنك فرنسي؟ هذه قالها الحسن الثاني. طيب ابقى ومقولة الحسن الثاني قلت مقولة لما صب كساته وطيب عشاته قاعد أدور وتوفر من حياته. تخيل في المكتبات المغربية لم أجد كتاب ذاكرة ملك إلى الآن في المكتبات المغربية. والله يا صديقي تحدثنا في الأمر وأنت أنا أهملت الموضوع معك. أنا موجود بأمازون. أنا قلت رايح المغرب، أكيد تلاقي في المغرب، لكن يبدو أنه مش موجود يعني بتاع. وعجبني شيء رأيته في الفيديو، سألت شيخ مغربي على المقولة التي قلتها لك إن كان الخميني. أيوة. والله فقلت لهم والله يفكر في أسعد. أي نعم. لا أنا هذا الأفكار هي موجودة في رأسي، أطرحها كلما سنحت الفرصة. طيب أنا أشكرك أخي علي، شكرا جزيلا لك، وإذا تريد تبقى ابقى. حبقى مع الأستاذ ياسر منور، والله أشعر بالأمان حين أرى ياسر. طيب نأخذ مريم ثم ياسر ثم حنان ثم هذا الأخ أبو علم ألماني ثم المهدي المنتظر اللي تحت هذا اللي خرج من السرداب. حبيت نسألك برك، أنا بدي ننزل سعد الشرعي، بدي ننزل نسألك برك. جابوا لك شي خطرات ترقص معاك ولا شي خطرات جابوها ترقص معاك ولا مازال؟ هي يا وشي خطرات هي قر وام حسن الثانيه تحكي عليها في اخي ريح عند امك يا اخي، عند ام حسن يا اخي، الله يرحمه يا اخي حامل طلع ولا قوة شيء الا بالله يا اخي هذول ما امامهم المهدي المنتظر هذا الذي خرج من السرداب، هذا اللي تحت ينقذهم. لا تفتح المهدي. قر الأخت مريم تفضلي يا مريم. مرحبا، أهلا وسهلا. أتقدم بالتهاني للشعب المغربي كافة بمناسبة فوز المنتخب المغربي. أيوة كملي. بمناسبة فوز المنتخب المغربي. ما يسمعوك يا مريم، ما يسمعوك. مريم تسمعيني؟ ميكروفونك مقفل فبالتالي لا يسمعونك تحت. أنا أسمعك وأنت تسمعيني لكن الناس لا يسمعونك تحت. أي نعم، انزلي وارجعي. تمام. أنزلك وارجعي. الله يرضى عليك ومرحبا بك مرة أخرى. لحظة خلوني ننزل الأخت مريم عندها مشكلة. ياسر لما تكون جاهز كلمني. الأخت حنان، وحنان أيضا دائما عندها مشكلة الميكروفون. أستاذة حنان أوكي. ياسر ستبقى، ابقى أنت يا ياسر، ابقى معي. أبو مهدي افتح الكاميرا. طيب افتح الكاميرا يا أبو مهدي. يلا خليني أكبر الموضوع عشان يشوفوا شوي. المسبح أنت بتصور حاد، إذا حدا بيسبح سد المايك يا أبو مهدي، سده. هذا المسبح خارج السكن، والله نفسي يسبح بس يا أخي خايف حد يشوفني من هذول اللي النوافذ. هذا بيتنا، هذا اللي هنا. أصور لهم المدخل ديال بيتنا. أيوة أي أنا هنا. هذا البيت اللي إحنا ساكنين فيه. السلام، روعة. طيب نأخذ هذا الأخ اللي تحت، بن زيدان أو ما أدري إيش اسمك، زين الدين زيدان، تفضل. ياي مدوخ صاحبنا هذا سكران. يا حبوب يلي تحت اسمعنا. شكون انا؟ هي لحظة قوم اشرب لك كافي وارجع بعدين شوية بعد ما تصحصح. الله يرحم والديك. انزل تحت لما تصحصح وتكون بكامل قواك العقلية تعال. خلوني اطلع لكم هذا الليبي الجميل. ياسر حمل حمار يتصفح للبشر، الله المستعان. والله السلام عليكم، شنو الامور؟ مرحبا بابن الزاوية، مرحبا بالليبي، اهلا وسهلا باخواننا.
من فضلك. شنو الامور؟ شنو الجو ياسر؟ شنو هيك حبيبي؟ الامور طيبه، الامور طيبه. تحياتي حبيبي الله يحفظك حبيبي والله بحبها هلبة الكلمة. والله صار لي ساعة مقعمز نطلع في قست ما تبوش تطلعوني يا راجل، عيب عليكم والله، تو نفعل منكم هلبة. حبيبي هذه حلوه مقعمز، حلوه مقعمز مقعمز. الله يا ودي نقول لك حاجة، روحت من دون ما تعزمني نروح معاك، مش عيب عليك يا أسعد. أين روحت؟ روحت على المغرب يا راجل. وين أنت في ليبيا؟ ايه تعال وين؟ يلا الحقني لا يا ودي ما فماش فيزا علينا يا راجل، والله ما نبي ننزل بس ما انت تعرف الظروف توا. يا أخي تعال إذا ما فيش اطلع حراق وخلاص. لا انا ما مش جزائري اطلع حراق يا راجل. الله يحفظك. والله نطلبك طلب يا اسعد، طلع اللي كان سكران قبل شوي، نبي نهدرز معاه على خاطر. طلعه بس خليه يشرب له كافي ويصحصح لانه ما كانش معانا. انا طلعتها لكم. ابو مهدي انتبه، احد يدقك يا ابو مهدي انتبه، لا المكان امن. والله لا ما تخممش. الحقيقة أنا كنت نسمعك جيدا، ولكن قلت زين الدين زيدان، وأنا ما اسمي زين الدين زيدان، أنا كاتب بيضاني 27، ولذا أنا التزمت الصمت حتى تقول لي تفضل. تفضل. والله هي في الحقيقة أنا شفتك جبت مناظر جميلة من المغرب، وأنا بغيت نمشي للمغرب. ها هو وجدت جواز سفري الصحراوي الذي فيه الخريطة الصحراوية. بالعلم عن الخريطة جواز السفر المغربي ما فيه خريطة، لأنه ليس له حتى الآن منذ 17 قرن ليس له خريطة أو ليس مرسوم الحدود، فاهم؟ الآن هذا جواز صحراوي. نعم الجمهورية. طيب إبراهيم غالي عندما ذهب إلى إسبانيا ليش ذهب بجواز مزور؟ لا هذا غير صحيح. اذهب بهذا الجواز. شوف وانا ها هو طابع برشلونة اسباني دخلت به، معناها عن ابراهيم قالي عنده الاولويه باش يقبل جواز سفر صحراوي يدخل به لاسبانيا. طيب عندكم سفاره في اسبانيا؟ عندنا تمثيليه، لأن إسبانيا لا تستعرف بالجمهورية العربية، لذا تستعرف بجبهة البوليساريو كجبهة تحريرية. طيب هذا الجواز هذا وين يوديك؟ إلى أي مدن يوديك؟ يوديك لكل الدول التي الجزائر العاصمة فقط. وعجبني. لحظة هو يوكل الدلاح وأنا ناكل الفراولة. حمر هو يعشق اللون الأحمر كيفي أنا. يعني جوازك هذا يخرجك من تندوف إلى الجزائر؟ نعم، أنا مالي نعت لك الطوابع اللي فيه طوابع جزائرية وطوابع إسبانية. برشلونة نزيد نعاود. أنت في أسبانيا؟ أنا ما نقول لك ضرك منين، لكن أنا شوف هذا طابع. دابا فين كاين المشكل؟ أن عندك الباسبور وعندك هذا الشيء كامل، فين كاين المشكل؟ المشكل هو جواز سفرك انت اللي المشكل هو جواز سفرك انت ما في خريطة. ياسر سفرك. لحظة يا أخي ياسر، ضجيج عندك ما اسمع. شوف أنا اللي تقول لي الدولة الوهمية، أنا بعد جواز السفر فيه الخريطة. أنت دولة منذ 17 قرن. البيضاني واش كل دابا أنت من وراء الجدار يا ياسر أنت بتتكلم من سوق، أنت في سوق اليوم ولا وين؟ أنت في سوق الجمعة. بيضاني واش جواز السفر الأمريكي ولا الألماني ولا المغربي فيه الخريطة؟ نعم وريها لي من غير هذا اللي وريتي لي، هذه الورقه اللي وريتي لي. شوف انا نوري لك، انا صحراوي وعندي جواز سفر صحراوي نفتخر به. انت وين المشكل؟ وري لي جواز سفرك المغربي اللي تقول يا حبيبي عندك خريطه. يا استاذ لو سمحت عندك حدود مرسومه. سد المايك يا حبوب.
يا الله، احنا والحدود المرسومة قد الأمم المتحدة طفشانة، والأمم المتحدة قفلت الملف، والناس خارجين من السوق وسعيدة داخلة. انت وين انت عايش يا أخي؟ بيضاني انت في كوكب آخر ولا فين انت؟ قد الجماعة شبعوا صحراء وشبعوا تندوف وشبعوا عزة وكرامة، وقد الناس مقفلين، وقد الناس خلاص نافضين أيديهم وعادوا. يا أخي اسمع قر سد المايك. راني نقول لك ذاك راني نقول لك ذاك التعرف. قر انتم كان معكم الامم المتحده. شوف انا كي تقول لي ما قلنا لكم الامم المتحده قلتوا معانا الملف ديالنا في الامم المتحده. قفلت على الامم المتحده. سفر جزائري وعامل له غلاف. قر وعينك قر. شوف الصنداله ديال السلطان يوسف فيها الالوان. نحن لا نفتخر بجوازات السفر. انت جايب جواز سفر كتفتخر به. اشنو زعما شنو جواز السفر؟ احنا عندنا جواز سفر يعني يضربوا في عباق التاريخ من الربعينات من الخمسينات المغرب عنده جواز سفر. انت شنو جواز السفر؟ وين الدوله يا بيضاني ولكن ما كاين المشكل. فين كاين المشكل؟ دابا فين كاين المشكل؟ انت عندك جواز سفر. اسمع غير يسمعني. دابا انت كتعيش داخل الاراضي الجزائريه وعندك جواز سفر كيحمل اسم واحد الدوله. الله يبارك لكم، الله يكمل لكم. اللهم يا بيضاني الله يتويكم. شوف الله يتويكم الخير نتوما وتبون، ولكن ما تنساش ان تبون في الخطاب ديالو. ايوا اسمع تبون في الخطاب ديالو قال لك الا بغيتوا تكونوا موريطان سيروا، بغيتوا تكونوا مغاربه سيروا، اما الجزائر والله لا حلمتوا بها. اذا صحيح اذا نتوما شوف سمعتي تبون اش قال لك السبب علاش. خليني نكمل لك ما عندك تبون اش قال لك السبب. دابا نتوما عندكم جواز سفر ولكن ما عندكمش. نتوما شكون من انتم؟ سوى الحكومه اللي تجلس معنا على الطاوله وتتفاوض وكتقول لنا ارواحوا للمغرب ونعطوكم بيضاني هما اللي كيقولوا اسمح لي اخويا ياسر. نعطوكم اسمح لي ياسر ورافضينه. الحكومه اللي كتجلس معاكم ما تعلمين الحكومه ديالك كتتفاوض معانا. غير اسمعني، انا متفق معك. الحكومه اللي نحن هما اللي وقع ملكك على دخوله في الاتحاد الافريقي، فاهم؟ ووقع على كلمه الجمهوريه العربيه. فمك خلينا نعرف الفكره يا بيضاني. شوف سكر فمك يا راجل، شنو فيك انت قاعد تدرس هالبلد معاكم. الحكومه اللي كتجلس معاكم كما كتقول وكتفاوض معاكم هي اللي كطحنكم الا تجاوزتوا الحدود، وهي البيرقدار اللي غاديه جايه الا فتوا الاراضي الجزائريه. جواب بلاتي وخليني نكمل. شوف الجدار قول لي المناطق اللي متواجدين احنا فيها ضرب وفيها الجيش الصحراوي ما جرالها الجيش المغربي باش يضمها. فين درتوا المؤتمر الاخر ديالكم؟ فين درتوه؟ درناه في الداخل. فين درتوا اش من داخله؟ اين داخله في الداخلات؟ لا يا ياسر داخل تندوف. داخل تندوف. اين تتواجد داخله؟ في تندوف. شوف اسمع لا تندوف لا. شوف اين تتواجد داخله؟ المخيمات ليس في تندوف. المخيمات بجنب تندوف فيها السلطة الجزائرية تحكم، أما في المخيمات فيها السلطة الصحراوية اللي تحكم. ومنذ على الكل تندوف أو جنب تندوف أو تحت تندوف أو فوق تندوف، إنها أراضي جزائرية اليوم. الجواز الذي تحمله على أي أرض. الجواز الذي نحمله. شوف اسمعني أين يطبع ذلك الجواز؟ وازمد فيمك لين نتكلم أنا. فين كيتطبع هذاك الجواز؟ تسول ازمد فيمك ازمد حلايقك. ازمد فيمك يا اخوان شوف انا نتمتع بحق مواطن. انت في الدستور عندك ما عاد قدرت اوقفهم.
رجعوا بس خلونا نضبط الحوار، لأنه هكذا ما ينفعش. الأخ جاي بجواز والإخوة المغاربة يشوفوا أن حقيقة هذا الجواز هو على أي أرض. نعم ياسر يريد أن يناقش، لكن هو طبيعته يقاطع. هذا المهدي المنتظر هو دائما يقاطع بالزاف، وأنا ما أحب المقاطعة. أنا ممكن أطلعها مرة ثانية مع ياسر وبعض الإخوة. الأخت مريم هي صحراوي، أنا كنت أريد صحراويون، أريد صحراوي يضربه يعني. طيب أطلعهم إذا تواجدوا مرة أخرى. أوكي رايت أوكي ما شاء الله. خلوني أسلم ترتاحوا تستانسوا. السلام عليكم. مرحبا يا عزيز. وعليكم السلام. خلي عاود طلعوا سعد باش يورينا اين يطبع الجواز. هذاك الجواز اين يطبع ذلك الجواز. طيب يا ياسر حاول انت تكون ما يكون عندك ضجيج وتجاذبوا اطراف. ما عنديش ضجيج دابا، انا ما عنديش. خلاص انا ياسر مخليك مع واحد جزائري فوق وواحد جزائري مهجن في تندوف، 2 جزائريين دق معاهم. جزائري وموريتاني. جزائري وموريتاني. يلا دق حاجه اسمها صحراء، هذا انتهينا ما عاد فيش خلاص. هذا موريتاني يحمل جواز سفر الجمهوريه الصحراويه. ابو مهدي يطلب الغسالة. ابو مهدي ترجع تورينا المناظر الجميله. ابو مهدي. ايوه ابو مهدي. اسعد حبيبي. انت عضو في الامم المتحده حتى تنكر الشعب الصحراوي. كان خالد مدير الجيزه نفس تطوان. واخا اسعد انا ايوه افتح. ماذا تقول يا عزيز؟ انت عضو في الامم المتحده حتى تنكر الشعب الصحراوي. انا الامم المتحده نفسها نقضت يدها عن الموضوع. الامم المتحده سحبت الملف من الغرفه ديال تصفيه الاستعمار. معليش اعطينا تقرير الامم المتحده. شوف كولاير اتحداك امام الجميع انك تطلع عنا بصوره وتجيب لنا تقرير الامم المتحده انها سحبت قضيه الصحراء الغربيه من الغرفه الرابعه. انت اللي خصك تبحث على المعلومه. لا البينه على من ادعى. انت تدعي ان الامم المتحده سحبت الملف. حتى ذلك الملف الذي في الأمم المتحدة لا علاقة لك به. هو الحسن الثاني رحمه الله هو من وضعه في الأمم المتحدة. بركات مكذبات ولاير. علاش كنحطوك في الكوانات ولي تقولنا لا دخل لكم ولا دخل لكم؟ خليني نجاوب. جاوبنيش. اعطيني بيان الأمم المتحدة. داخل الأمم المتحدة تصفية الاستعمار تعني الاستعمار الإسباني من الأراضي المغربية، وأنتم غير موجودين. كاينينش انتم في الامم المتحده. طيب انت يا جزائري، انت عزيز، ماذا ستستفيد انت؟ سد يا مايك. سد يا سد المايك. وملف القبائل ادخلته هو الامم المتحده. سدوا. وانت يا حتى ملف جمهوريه الريف. سد المايك يا اخي. بلا جمهوريه بلا خراب. سد. هذا الريف اللي انت شايفه. هذا الريف. شوف الصوره حق ابو مهدي، هذه في الريف. شوفها وسد المايك. سدها. سد. ايوه خلونا نوضب الامور. الرجل بياكل فراوله اسباني وفرحان على اساس اني زرعت في تندوف على ابوك. طيب عزيز، انت ما دخلك انت في حاجه اسمها بوليزاريو يا اخي اهلك بياكلوا. وانت ما دخلك. انت من اليمن، ما دخلك في قضيه الصحراء الغربيه. اصبر. انت موكل من الملك للكلام. يا اخي خليني اكلمك رجاء. ما انا اكلمك الان. انت كجزائري شوف، هذا الصحراوي ياكل فراوله وانت اهلك بياكلوا لحم حمار. بالله عليك ما علاقتك انت بشيء اسمه بوليزاريو؟ معلش يعني انا جزائري. معلش اسمع، انا جزائري. انا جار مع الصحراء الغربيه وجار مع المغرب. انا عندي دخل. انت من اليمن، من اقصى الشرق، شعبك ياكل الحشيش. انت وش دخلك؟ انت ولا راك خالص عليها مليح؟ انا عندي حرب يا اخي. انا عندي حرب. انت دوله مستقله وقاره. معلش حب تاكل لحم حمير. عطاو لك الجنسيه المغربيه ولا مازال؟ عطاو لك الاقامه المغربيه ولا مازال؟ انا لست بحاجه اي جنسيه. انا جنسيتي في راسي ما يهمني. كيفاش لست بحاجه وانت كنت توسل هذيك النهار في اللايف وتقول للاخر انا جيت نتوسل لك وعائلتي محرومه وانت باش تساعدني في السكن وانت كذا. ها قول كيفاش انت كنت توسل لمنار سليمي؟
عندي انا يا جماعة يا ابو مهدي سد المايك سد المايك. شوف سد له المايك. انتم ابحثوا عن جنسيه لهؤلاء القطيع الذي موجودين في... سد المايك يا عزيز لو سمحت خليني اكلمك. شوف والله هادو اشرف منك. خذ واعطي معين. ما نقولش اشرف من اليمنيين لاني اعرف اليمنيين شخصيا، عندي اصدقاء هنا في الجزائر يمنيين. انت ما ناوي يعني توقف. اشرف منك. شوف انا ساعطيك فرصه اخيره تاخذ وتعطي معي. لما اقول لك وقف ايه تريد تبقى اهلا وسهلا، ما تريد انا انزلك باحترام. ما رايك؟ تبقى روح تكلم اني نسمع. روح اذا ابقى تحت لما اطلعك وبعدين تطلع تتكلم. اذا انت تريد ان تبحث عن جنسيه ابحثوا لهؤلاء القطيع. شوف هذا شبه مجنون لابس نظاره شمسيه في داخل الغرفه وما في الشمس ولا حاجه. ناس قطيع عايشين عيشه بهايم في مخيمات تندوف، لا هم جزائريين ولا هم موريتانيين ولا هم مغاربه ولا عندهم عزه ولا كرامه. إذا ستبحث عن جنسية ابحث على هؤلاء الذي جنيتوا عليهم، صار لهم 60 سنة. شوفوا الرجل قدو مجنون بيخيل نفسه أنه المهدي المنتظر ولابس نظارة شمسية داخل الغرفة وما في الشمس. والله استغرب من كلامك أنت يا أبو الوجهين. فاهم كلامك منذ 3 أشهر كان مختلف عن كلامك اليوم. والله فعلا شربوك السحر المغربي الأصيل من 17 قرن وهم يمارسوا هذه المهمه وحكمت فيك 100%. ما والله ما دريت بشيء. البس النظاره البس عشان تفهم. البس النظاره رجع النظاره. شو النظاره درهق عني شفيقك بعد انت قاعد. رجع النظاره الشمسيه. ايوه ما شاء الله عند لا هيبه سعد المجرد. والله هذا الملك يديرها في الليل. الملك محمد السادس يدير النظاره في الليل. كيف خليك فيك انت. عاد باقي معك فراوله ولا اجيب لك دلاح؟ لا عندي الفراوله. شوف المغربيات ما بقاو فراوله هذا العام، قلعوهم ياسر. موجودين المغربيات عندهم الفراوله وانت وقال عندك المغربيات ما بقاو فراوله في اسبانيا ما قلعوها. وانت خلوه فوق الفاره رخيص يقلعوها بثمن بخيس. خلوه فوق الفاره انت خلوه فوق الفاره. كيل يخلصوهم سنتيم 1 سنتيم اورو. طيب لحظه يا اخي لو سمحت. قر لو سمحت خلوني انظم دقيقه. سد المايك يا اخي. سد المايك يا اخي بيضاني. سد المايك. الاخت الصحراويه اللي فوق صحراء المغربيه سدي المايك لو سمحتي. شكرا. كاين شي كذاب قدك. طيب كاين شي كذاب قدك حتى انت اكبر كذاب يا جناب. تكلمي لي وانت في الرمق الاخير. طيب اصحي. ايش عندك يا حجه؟ تفضلي. هيا سيري قولي. والله ما عندها لا عند جدتي. اهلا يا استاذ نور الدين مرحبا. اهلا وسهلا اخ اسعد. مرحبا الاخوان تبارك الله عليكم كل شيء بخير. اهلا وسهلا. شوف يا اخي شوف هادو ناس ما عندهم لا مبادئ ولا اخلاق. شوف المستوى ديال الكلام ديالهم كيف عامل وشوف الشكل ديالهم كيف عامل. هادو مرتزقه. هادو ناس اللي يسترزقون على حساب ديك المساكن ديك الدراوش ديال اللي عايشين في تندوف ولا اكثر. واللي تيمشي هادشي كله هما ناس عايشين في اسبانيا تيستغلون الظرفيه في اسبانيا، تعطوهم المنح من الجزائر وتعيشوا في ظروف طيبه. اما الناس اللي في تندوف كلهم ساكن لا حول ولا قوه لهم. والناس الصحراويين اللي عندهم عقلاء كلهم التحقوا الحمد لله بالعيون الداخله والسماره وتعيشوا عيشه كريمه في وسط مدن جميله. ما هادو اقسم بالله الحديث معاهم الا حرام الانسان يتحدث معاهم. شوف على اسلوب وعلى اخلاق وعلى تربيه كيف تيهضروا معكم. زعما للاسف الشديد انا تنتاسف التحاور مع مساخه الوالدين. انا بالنسبه لي هو انا اخي نور الدين اطلعهم عمدا يعني حتى نبرز النماذج الى اي عقليات يعني عندما يعيش مجتمع كامل. يعني مثل هذا اذا عمره في 40 او في 50 يعني نشأ في ظروف المخيم. إذا كان المجتمع للأسف المجتمع الجزائري نفسه وهو في دولة تملك مؤسسات ويقول أنه قارة
للاسف يعني شريحه كبيره منهم مدمره فكريا، مدمره اخلاقيا، مصابين. فما بالك بمن في المخيم؟ يعني فما بالك بمن لذلك انا ابرزهم في اللايفات حتى يعني تتضح الصوره للناس فقط. لا مزيان، لا هادشي هذا العمل اللي تقوم به تنحييك عليه، لان مزيان باش يعرفوا المغاربه حقيقه الامر. تحيي عليه. واش دخلك هود القحبه الياباني؟ واش دخلك في الجزائر والمغرب؟ الملك نقش. الملك نقش. هذا تعلم في وزاره التربيه والتعليم الجزائري. ها نموذج لي. هذا نموذج واحد. اسعد زرتي العيون وتلاقيت مع صحراوه الحرار، صحراوه الرجال، كيف عايشين، كيف استقبلوك، كيف هضروا معاك، والحديث معاهم الناس مثقفين والناس اللي واعيين. اما الجهاله واللي عملهم الله البصيره ديالهم، ها هما تيعيشوا في الكذوب، تيكذبوا على نفسهم، يكذبوا على الشعوب ديالهم، يستغلون هذه الوضعيه للاسترزاق من هذه الوضعيه. طيب يا اخوان الجزائريين، عفوا استاذ نور الدين، هؤلاء اللي نزلتهم كلهم شادين الطابور. هذاك الصحراوي البيضاني واحد متخلف ما راضي يشقر اصلا ولا راضي يفتح، وهذاك عزيز ما راضي يتعاطى معي في اسلوب الحوار، فنزلتهم. ومع هذا رافعين ايديهم. يا اخي انا اقول لكم للمره الالف، هذا فارس موجود، انا اكتفي بفارس، فارس محاور، فارس جزائري على الاقل يمتلك ادوات الحوار. ان طلع فارس حقيقه، سمعني صوتك يا فارس، هل هو انت؟ لا أنا سي سعد، أنا جميل. هذا فارس جزائري يمتلك أدوات الحوار، نقبله. أنتوا خليكم تحت، يكفي فارس هنا، يكفي فارس الليلة. وإذا بيرشح لي فارس آخرين جزائريين محترمين، لأنه كأن احنا نبحث عن إبرة في كومة قش عشان تلقى واحد جزائري يستطيع أن يتكلم بأسلوب محترم. طيب أنا أرحب بشعيب والأستاذ نور الدين، مرحبا بكم، والأخ فارس وياسر. ظروفه ما أدري غير ملائمة، ما أدري في سوق الأحد في أكادير ولا في سوق الجمعة ولا ما أدري وينه، ربما خارج مع العائلة أو شيء من هذا القبيل. أستاذ نور الدين إذا في وقت معك ابقى شكله في مطعم. تفضل يا فارس، تفضل. السلام عليكم وأمسية سعيدة للجميع. والله العظيم بعد 15 يوم من رفع التحدي لم يستطع 36 مليون مغربي زائد يمني أن يأتون بوثيقة الاستقلال. لحظة خذ واعطي. لا خليني، عندك مشكل، عندك مشكل، ما تخلينيش نتكلم. يا حبيبي شوف، أنا تكلم، تفضل. اسمع، أنا ما أحبش أسلوب الخطابة كأنه واحد بيلاحقك، لا خذ واعطي، لا ما وقفك، خذ واعطي معي مالكم، كأنك كذا معبى وجاي تفرغ. لا يعني خليك هادئ وقول لي ما هو التحدي. أنا الذي أعطيتك تحدي، أنا أعطيتك تحدي 36 مليون مغربي زائد يمني. اصبر، أنا تحديت خلاص، أنا يمني. اسمع لا تفضل. ستهرب كما هربت يوم المناظرة. لا ما هربتش المرة اللي فاتت. نخرج لك سكرينات. كبر لي الصورة، كبر الصورة تاعي، نخرج لك سكرينات أنا وياك في الخاص. كبر الصورة كنحط لك السكرينات في الخاص. لما سألتك يا أسعد وقلت لك هل أنت طرف في الحوار أم مسير، قلت لي أنا مسير فقط. اسمع لو سمحت، أنا أؤكد لك إلى الآن أنني لست طرفا، لكن هل أنت شفت في يوم من الأيام الاتجاه المعاكس؟ أنت شفت فيصل القاسم فيصل القاسم لا يتكلم ويقول الجماجم. فيصل القاسم لا يقول الجماجم. فيصل القاسم لا يتكلم عن الجماجم. أنا أتكلم، لا تقاطعني وأنا أتكلم إلى أن أكمل. لا تفتح ميكروفونك. أنا أقول لك افتح الميكروفون وتكلم. أنت مشكلتك أنت مش فاهم ما معنى كلمة مناظرة. أنت لا تدري بشيء للأسف. أنت شكلك حافظ ومش فاهم وجاي مشحون، تريد تفرق ما قيل لك أو ما أنت حافظه وتمشي. لذلك ارتعدت أنه مسير المناظرة وقفك ويريد يستفسر عن شيء بسيط. أخذت أغراضك وطرت من اللايف. أنت تشوف يا أخي، أسلوب المناظرة يكون من يدير المناظرة له الحق. يا ياسر من قال لك ذلك؟ اسكت يا ياسر. من قال لك؟ فارس أنت لماذا وكيف؟ من حق المناظر أن يسأل. المهم أنا أنه أعطيك وقتك وأعطي ياسر وقته، لكن
مستحيل انه انا افتح لك المناظره واقول لكم يلا مع السلامه يا شباب ناظروا انا نوم، يلا مع السلامه ناظروا تناظروا ولا ما تخلصوا غلقوا الباب وغادروا. مشكلتك مش فاهم انت ادوات الحوار ولا كيف الناس يتحاوروا. الان اسمع كلامي واسمعوا كلكم 4000 بني ادم. طالب المغاربه وعندك عندك نخبه ما شاء الله، هذا فلسطيني الاخ شعيب، انا وشعيب فلسطيني، هو فلسطيني وانا يمني، خلينا بعيد. طالبهم بما تريد من وثائق وهم يردوا عليك. بارك الله فيك. لحظه شوف انت تخاف من هذا السؤال الذي ساطرحه. شوف هذا السؤال الذي يخيفك اصلا، هذا السؤال هو الذي يخيفك، والذي اذا انت تقول لي 11 يوم عبد الحق الصنايبي طارحه منذ ما قبل رمضان وهو يتحدى الجزائريين أن يؤتوا بوثيقة استقلال تثبت أنهم استقلوا إلى اليوم إلى هذه اللحظة، ويتحداهم أن تثبتوا أنكم خضتم حربا عسكرية ضد فرنسا، ويتحداكم أن تثبتوا حتى 10,000 شهيد وليس 1.5 مليون شهيد. كل هذه الأمور فاضية. الآن أنا أطالبك بما تطالب أنت به المغاربة، ورينا وثيقة الاستقلال ديالك، تفضل افتحها. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أولا أنا من طرحت التحدي، أنا من طرحت التحدي. وجب على 36 مليون مغربي أن يأتون بوثيقة الاستقلال، وأنا قلت وما زلت أعيد قولتي أن لا يمكن للمغاربة أن يعرفوا ما يوجد داخل وثيقة الاستقلال الممضاة في 2 مارس 1956، لأن ما يوجد بها يخدم المملكة الأسرة العلوية ويضرب في الشعب المغربي وفي مصلحة الشعب المغربي. أنا وثيقة استقلالي هم الشهداء الذي دفعتهم على أرضي، الدم الذي دفعته. لا بلا شهداء، بلا تخريج ورقة، ورقة وثيقة. لا أنت تسألني أنا لا أؤمن بشهدائك. لا أحد يؤمن وثيقتي نعم، وثيقتي هو 192 دولة في الأمم المتحدة تعترف باستقلال. أنا أقول لك وسأرفع تحدي ثاني. خليني أكمل كلامي. السؤال أنا اللي طرحته ماشي أنت اللي ترجعوا لي. أنا نقول لك 192 طرحها لكم قبل مثل 4 شهور. أسعد، أنت تدافع عن المغرب أكثر من المغاربة. أنت الآن تدافع عن المغرب أكثر من المغاربة. أنت تدافع عن المغرب أكثر من المغاربة. موجودين دافعوا عن أنفسهم. بارك الله فيك. خليني أعطيني كلمتي، أعطيني حقي في الكلام. لكن أنا قلت لك أنا ما نهربش، أنا موجود معاك، أنا نقعد معاك. لا تتكلم فقط بأسلوب الجماجم وكامل، تتكلم هكذا بالشهداء وباسم الشهداء معاك. لا خليني نكمل معاك. علاش راك خايفك تقاطعني؟ طيب اوكي كمل. خليني أعطيني كلماتي. أول حاجة أنا طالبتكم بوثيقة الاستقلال، فبالمغربي يأتيني بصورة للبكاي وهو يمضي وثيقة الاستقلال. خص كان يورينا القلم ما نوعه، هل هو شنايدر أو قلم لو ستيلو بلو. ما على بالناش القلم هذاك، دوك المرة الجاية يجيبوا لنا نوع القلم، لكن لم يستطع، وأنا أتحداه أن يخرج ما على ما أمضى البكاي، لأنه لا يستطيع ولا يمكن لأي مغربي 36 مليون مغربي أن يخرج لنا وثيقة الاستقلال لأنه لا يملكها. ثاني حاجة، أنا تحديت هذو المغاربة أيضا. أنا عندي 192 دولة في الأمم المتحدة ومن بينها المملكة المغربية تعترف بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كدولة مستقلة ذات سيادة على جميع أراضيها، لكن المملكة المغربية لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف بسيادة المغرب على أراضيها. دولة واحدة في العالم لا تعترف بسيادة المغرب على أراضيها، وهذا خير دليل أن المملكة المغربية لا تملك سيادة على أرضها ولا تملك استقلال على أرضها. هذا هو تحدي. فيما يخص استقلال الجزائر، نحن افتكينا استفتاء في 3 جويلية 1962 طبقا للمادة 373 للمادة الأخرى التي تقر بتقرير المصير للشعوب، وافتكيناها بعد حرب دامت أكثر من 8 سنوات من 1954. وأنا ممكن أني نخرج ضوك وعلى بعد حوالي 5 دقائق نوري لك مقبرة الشهداء اللي موجودة في القرية تاعي فقط، وموجود فيها أكثر من 57 شهيد في القرية تاعي فقط. فهل يمكن لأي أن يخرج من بيته
الان يريد امرا لشهيد واحد. ثالث حاجه حاب نتكلم عليها اسعد، انت السيد نور الدين لما طلع ويتكلم على المستوى الجزائري، بما انك موجود يا سي الاسعد في المغرب، وجب عليك ان تقف امام البرلمان المغربي مع السي نور الدين، لانه قبل سنتين فقط كان امام البرلمان المغربي يرفع لافته يطالب بحقوقه من المملكه المغربيه التي خدمها ودفع من اجلها النفس والنفيس، لكن المملكه المغربيه رمته عرض الحائط. اليوم السي نور الدين بعدما تم تصفيه حساباته مع المملكه المغربيه اصبح يسب الجزائر، وهدفه الوحيد والثاني الاخير هو سب الجزائر. يا اخي انتم الان تثبتوا انكم لا تملكون وثيقه استقلال، واذا ملكتم وثيقه استقلال خرجوها لنا. بارك الله فيك. خذ لك شربة ماء علشان ترتاح، لانك بتتعب يا اخي، انت مجهد، انت بتتكلم باجهاد شديد، ما ادري ليش. طيب ولا نشرب شربة ويسكي، لا يهمك، ما يهمكش اني نشرب شربة ماء ولا شربة ويسكي من اللي جبتها من سبته ومليليه، لا يهمك الامر. طيب ارسلوا لي اللابيسين، ارسلوا لي اللابيسين. لحظة يا ابو مهدي، سد المايك. انا اريدك تاخذ نفس، لانه الاخ نور الدين سيرد على نفسه، وياسر والقرش سيردون كمغاربه سيردون. اوكي، شوف انا منصف معك، انت الان لست في مناظره. اهلا وسهلا بك، وخذ راحتك وارتاح واستهدي بالله وصلي على رسوله. شوف كيف الناس هادئين، ولا بيفتحوا الميكروفونات ولا متوترين ولا يهربوا ولا شيء. الان انا ساعيد لك ما يخيفكم انتم كجزائريين، ولا تستطيعون ان تردوا عليه. اولا إذا جئنا أن نبين، شوف المغاربة يدافعون عن أنفسهم، أصبحت مغربي أكثر من المغاربة. شوف الله يبارك، ثلاث مغاربة ويتكلمن كلام يمني. يا حسرتاه، أين رجال المغرب في حضرة اليمني؟ والله العظيم أحييك لأنك أثبتت أنه لا يوجد رجال في المغرب. أحييك. انزل تحت، إذا تريد الكلام مرة أخرى اطلب الحديث. هو لن يتركني، لأن هذا الكلام الذي سأقوله أنا اليوم هو الذي يخيفهم، وأنا سأترك المجال للمغاربة. الدكتور الأستاذ نور الدين يدافع عن نفسه، والقرش وياسر ردوا على مسألة الاستقلال وهذا الكلام. لكن لاحظوا الأسلوب المتوتر، الأسلوب المتشنج، كأن الرجل مشحون. شفتوا هذه اللعبة اللي يا ابن القحبة، نيك أمك ونيك المالك يا ابن القحبة، هذا امك ونيك المالك. هذا واحد حبلت بهمها 9 أشهر ورمتها للشارع، متنكر باسم القرش. يعني شفتوا هذيك اللعبه اللي تشحن هكذا وبعدها يجي تك 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 تك، لما ينتهي الشحن تشحنها من جديد. هذا هكذا، لا ادوات حوار. وانا فكرت ان قدو يا فارس هذا قدو احسن حبه في الكرتون، قدو احلى واحد فيهم. شفتوه ما يستطيع حتى يقفل الميكروفون، وعلشان يهرب يقاطع، لأنه يعرف أنه أنا إذا قاطعني بنزله، أني سأنزل فارس. إلى الآن لا تستطيعون أن تثبتوا موضوع الشهداء. 1.5 مليون و45,000 قتلوهم المغاربة، وما أدري كم مذابح تمت في حقكم. يعني أنتم بلسانكم أنتم أجبن شعب في الدنيا، أسهل شعب يقتل، وأنتم الوحيدين في هذا الدنيا الذي تحصون قتلاكم ولا تحصون القتلى الغير. الاستقلال أول من طلبها هو عبد الحق الصنايبي عندي أنا هنا في اليوتيوب، وطالب 40 مليون جزائري أن يأتوا بوثيقة استقلال للجزائر، أو يثبتوا أنهم حسموا الصراع مع فرنسا عسكريا. إذا حسمتوا الصراع عسكريا أخبرونا أين انتصرتم، وكم قتلتم فرنسيين، وما هي الموقعة التي هزمت فيها فرنسا، وكيف أنكم دحرتم المستعمر الفرنسي وكيف هذا، وأنه وثيقة استقلال أبرزوها. أنت شو وقعت؟ جيت العكس، وجهت نفس السؤال للمغاربة. أنا لا أعلم هل لدى المغاربة وثيقة استقلال أم لا، والله لا أدري، هم عندك اسألهم. لكنني أنا أسألك كجزائري، طرح هذا السؤال عندي أنا. يعني إذا فرضنا أنك نفسك لا تملك وثيقة استقلال، أنت نفسك جزائري ما عندك وثيقة استقلال، فلماذا تطالب الآخرين؟ يعني حتى لو فرضا أنه طلع المغرب ما عنده وثيقة استقلال، طيب وبعدين؟ ما حد أحسن من أحد، أنت نفسك ما عندك، فلماذا تبعث على المغاربة يعني تحث التراب على وجهك بطريقة غبية ومستهترة؟
طيب الاستاذ نور الدين ياخذ ميكروفون، ثم ياسر. الاثنين، انتوا الاثنين سدوا يعني. واحد منكم يفتح. يلا سيروا واحد. اوكي انا بفتح. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنحاولوا نفسروا لهاد الناس بان اولا لا يمكن مقارنه الجزائر بالمغرب حتى في الاستقلال. استقلال المغرب ليس هو استقلال الجزائر. المغرب لما استقل وكان يطالب بالاستقلال كان له سلطان وكانت له حكومة وكان له وزراء. أما الجزائر فالمسكينة لم تكن حتى دولة، لم تكن دولة، لا وزير لا رئيس لا أي أحد. وخير دليل على ذلك ترافع جلالة المغفور له محمد الخامس على الجزائر داخل أروقة الأمم المتحدة. علاش كان كيترافع محمد الخامس؟ لأن ليس في الجزائر من يترافع، ليس في الجزائر من يمثلها حتى تأخذ الاستقلال. الجزائر لم يعطى لها الاستقلال، ليس هناك شيء اسمه استقلال. الناس كتحلم يكون عندها شي حاجة سميتها الاستقلال، بل الجزائر كان عندها استفتاء لما قضت فرنسا وطرها من الجزائر، قالت لهم من يريد أن يلتحق بي فله 4 سنين. 4 سنين. حددوا من يريد أن يكون جزائري ومن يريد أن يلتحق بي كفرنسي. وإلى يومنا هذا هناك قانون يمنح الجنسية لكل جزائري جده اشتغل في الجيش الفرنسي. عندما نتكلم عن الجيش الفرنسي الأخ سعد والإخوة الكرام، فدعني أقول لك شيء. مثلا هذا فارس هذا سبق وأن تكلم عن الملك محمد الخامس وخطابه للتجنيد المغاربة لوقف الزحف الفاشي والنازي في فرنسا. هذا كان في إطار اتفاقية فرنسية مغربية تنتهي بجلاء فرنسا من المغرب. السؤال المطروح هو كبير. عندما شارك الجيش الجزائري الفرنسي ضد الحرب النازية الفاشية، من الذي أخذهم؟ بأوامر من؟ هذا كنعاودوها وكنكرروها. ملي بغى بنادم يهضر على التحدي خصو بعدا يكون دولة، خصو يكون عنده رئيس، خصو يكون عنده سلطان، خصو يكون عنده شي واحد. أما هو كان مستباح، هو ليس دولة حتى يستقل. وهذا ماشي عيب ديال الجزائريين أو عيب ديال، هذا ما فرضه التاريخ. تسلمت فرنسا هذه البقعة الأرضية الشاسعة من العثمانيين، مقابل أن من كان يحكم من العثمانيين قال لهم أريد أن أحتفظ بمالي وبثروتي وبحريمي، وانصرف في حال سبيله. لم يكن هناك لا قتال ولا أي شيء. فتسلمت فرنسا هذه الأرض وتوسعت فيها عن طريق اقتطاع يا ياسر ياسر حسن من الصوت عندك مشوش ومرجوش شويه، لا ياتينا بشكل سليم. ما كتسمعنيش الصوت دابا؟ ما اسمعك لكن ياتي مكسر كذا، مو اوكي. انا روح شوف انت وضعك وخلني اسمع نور الدين. انا رجعت فارس لانه كان يقاطعني، نزلت. والان الصوت مزيان الان؟ اي الان اوضح شويه. اوكي انا خليني نكمل غير هذه النقطه وممكن ترجع. تمام. الاخ فارس، اخ فارس هو ينتمي الى دوله الجزائر التي لا يمكن ان تكون عندها شهاده استقلال، لان لم تكن، ليس هناك دوله مستعمره، ليس هناك حكومه تحت الاستعمار، ليس هناك رئيس تم استعماره او سلطان او ملك او امبراطور او شيء من هذا القبيل. ليس هناك اي شيء. اذا اي استقلال؟ استقلال من؟ لقد تم الاستفتاء. نعم، عندما تتكلم عن المغرب اسيدي عندنا الوثيقه ولا ما عندناش، عندنا استقلال. اما انت ما عندكش استقلال، عندك استفتاء. فرنسا انتهت، قالت كفى. هل ينكر ان فرنسا كانت تجند الجزائريين تجنيد اجباري
ليس في الجيش الجزائري، الجيش الفرنسي بالآلاف الآلاف. ووضعنا الرسالة شوف، رسالة محمد بن عبد الكريم الخطابي عندما وجهها في البداية ماذا قال؟ إلى إخوتي الجزائريين، لم يقل إلى الحكومة الجزائرية أو إلى السلطان الجزائري أو إلى الرئيس الجزائري، لأنه لا يوجد هناك أي نظام ممكن لمحمد بن عبد الكريم الخطابي أن يخاطبه. فقال لهم عندما نأتي إلى الحدود يحز في قلوبنا أننا نجد أبناء الجزائر هم الذين يقاتلوننا بالزي الفرنسي. إذن عن أي استقلال تتكلم؟ اش من استقلال عندك غتاخذ؟ عندك استفتاء. جميل. ابقى يبدو انك اليوم مشغول. ابقى معنا. الاخ نور الدين موجود؟ الله هذا مطور والله العظيم. الى يا ابو مهدي، يا استاذ نور الدين دقيقه. ابو مهدي ارجع تعال، عندي كارثه في البيت. تعال يا ابو مهدي، ارجع سد المايك عندك وارجع. خلاص شافوا الناس كابون يقروا الجميله. ارجع يا ابو مهدي، اريدك انا في البيت. تعال. اوكي انا جاي. يلا تفضل يا استاذ نور الدين، تفضل. والله العظيم عيني مشات. سمحوا لي انا غادي ننعس. تشكرك على الاستضافه والسلامه وتسلم الاخ ياسين والاخوان كلهم. مع السلامه. سمحوا لي. لا باس. الله تحياتي السي نور الدين، تبارك الله عليك. اخي نور الدين، الله يحفظك. الله يحفظك. نوم العوافي، احنا المفروض نقوم ننوم. والله العظيم لا تعبان. حفظ الله. الله يوفقك يا اخي، نلتقي غدا ان شاء الله. تحياتي لك اخي نور الدين. لا باس لا باس. طيب الاخ جزائري فوق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. العافيه مليح يا سعد شرعي؟ نعم اسمعني. الحمد لله. شوف يا اخي، عندي نقاط نرد عليها فقط على هذا الاخ المغربي الكولايور هذا. اولا لازم يتحفظ على كلمه حتى قاضت فرنسا وطرها، فهمت؟ لانه على ما اظن ان فرنسا هي من قاضت وطرها من المغرب من 1912 الى 1956، فهمت؟ وقابله للتجديد، الحمايه قابله للتجديد حتى 2056، وهذه مذكوره في اتفاقيه اكس ليبان او معاهده اكس ليبان. هكذا يا سمعتني يا اسعد؟ نسمعك سير كمل. صح. ثانيا الاخ فارس تكلم على وثيقه الاستقلال. الاخ فارس ماهوش هو رد فقط، لانه من الحجه على من ادعى. المغاربه هم اللي يصدعوا لنا روسنا بوثيقه الاستقلال، وثيقه الاستقلال، بينما هم ما عندهمش وثيقه استقلال. خلاص يعني لا عندكم ولا عندهم. لا يا اسعد فهمني. لا لحظه، اذا انت منطقي انا راح نفهم. يعني لا، ياسر اثار نقطه مهمه. هو يقول لك على الاقل الفرنسي عندما كان يتعامل مع المغرب كان يتعامل مع سلطان ولو انه تحت الحمايه. نعم. لكن انت كجزائر لم يكن لك كيان اصلا، لا سلطان ولا رئيس ولا بلاد ولا شيء. نعم انا موافقك. شوف يا اسعد، احنا لما دخلت فرنسا في 1830 كان عندنا حاكم اسمه الداي حسين. حنايا كان استعمار ولم يكن حمايه، فهمت؟ احنا كنا استعمار، يعني احنا دولتنا السلطه انذاك سقطت، فهمت؟ بطبيعه الحال انا ما نحتاجش وثيقه استقلال. انا استقلالي عملت حرب ثورات شعبيه ابتداء من 1830. تعال نعملوا تحيه لابو مهدي اولا، لانه عمل لكم دوره صار لي يمشي ساعه. لحظه يا اخي جزائري، راني نستنى فيك، يحييكم ابو مهدي. البقوس ديالكم عمل لكم لفه في مخيمات تندور. كيف كانت المخيمات؟ تبارك الله. اللي سخن عليه راسو يجي لا بيسين. شفت المسبح؟ طيب عندنا مشكله هنا في ماطور شغال هنا. شوف تفضل يا اخي. شوف خليه يجي هنا. شوف يا اسعد. ايوه اخي جزائري، تفضل. فهمني مليح. الفرق بين المغرب والجزائر، الجزائر كان كاين استعمار، فهمت؟ حنا دخلت فرنسا بالسلاح وقاومناها، فهمت كيفاش؟ واكبر ثوره هي ثوره اول نوفمبر 1954. طيب انا عندي سؤال يا اخي، اسالك بالله ترد علي. والله لا يا اسعد خليني نكمل المداخله. سؤال واحد ورد علي افدي قلبك
علشان احبك ليوم القيامه. كم قتلتوا فرنسيين يا اخي في هذه الثوره؟ كم قتلتوا فرنسيين؟ شوف يا اسعد، شوف فهمني. اسالك بالله عندكم رقم؟ انا هو الفرنسيين اللي قتلوا في الثوره ام في المقاومه الشعبيه؟ انتوا علشان هزمتوا فرنسا، اذا هي قتلت منكم 1.5 مليون وانتوا المنتصرين، فالمفترض يكون عندها 5 مليون فرنسي. لا ماشي 5 مليون، لا ماشي 5 مليون. لا. طيب كم قتلتوا؟ كم اقل شوف انا نقول لك الفرنسيين اللي ماتوا اقل من 200,000، انا نقولها لك يا اخي. صل على رسول الله. كانت الطيور تجاهد معكم والصخور والبلاد. يا اسعد ما تتهكمش. فرنسيين. لا تتهكم يا اسعد، لا تتهكم. شوف والله ما اتهكم، لكن عندما تقول لي انا قاتلت وانا ناضلت وانا حررت، قول لي ليس بالضروره نقتل. ليس بالضروره. فهمني يا اخي. والله لا تفهمني انت، قسما بالله تفهمني اول انت. روح تفضل. يعني انت بتعد شهدائك. ما تقلقش. يعني انت قاعد تعد شهدائك وقاعد تصرف جماجم، وحتى الجماجم عادينهن عندكم. قل لي الان، هل عندكم احصائيات في وزاره المجاهدين ولا في دولتكم تقول لكم كم قتلتوا انتم من الفرنسيين عشان حررتوا هذه الارض؟ خلنا نفرح يا اخي، نفرح ان انتم دقيتوا خشم فرنسا. شوف يا اسعد افهمني. فرنسا كاين تضارب في الارقام تاع القتلى الفرنسيين، كاين تضارب في الارقام. فهمت انا نقول لك حنايا شوف ما يفوتوش 200,000 فرنسي. فهمت؟ ما يفوتوش، ما يكونش اكثر من 200,000 فرنسي. المهم شوف الجزائر فرنسا هي المسؤوله عن انها تحسب عدد قتلاها، ماشي احنا اللي نحسبوا لها. فرنسا هي المسؤوله عن احصاء عدد قتلاها ولسنا نحن. معليش يسال فرنسا. هذا السؤال لفرنسا، لا تسالني انا. اسال فرنسي عن عدد قتلاه في الجزائر، لست انا الجزائري. فرنسا هي المسؤوله عن عدد قتلاها ولست انا. من العيب والعار ان تحصوا القتلى. قفلوا يا اخي، قفلوا. ياسر سد. خليني نكمل يا اسر. لحظه، هذا الاخ اللي تحت فارس والله اننا حسبتك محاور ناجح وهادئ، لكنك متشنج وكل شويه تفتح الميكروفونات. يا اخي ما هوش اسلوب هذا. أنا ما صدقت لقيت جزائري نستطيع ناخذ ونعطي معاه. الآن صدمتني، طلعت أنت مع الشلة هذا قر شوية ولا تفتحش الميكروفون. فرنسا لحظة يا أخي. فرنسا بتعد جماجم جدك لليوم إلى هذه اللحظة. ما حاجة بتعد فرنسا بتعد سودتك يا وليد القحبة، يا وليد الشرموطة. الجماجم وعند ربي شهداء. بينما شوف أنت أختك، انت اليوم في الناظور رجعوك، كي القحبه في الناظور. اليوم قالوا لك في اسبانيا تتكلم على الجماجم يا وليد الشرموطه. امك راهي كي تشرموطه في اليمن يحويوها فيها، يحويوها اليهوديه، يحويوها الحوثيين. بينما انت هنايا في المروك كي الشيخه مع الشيخات. اليوم رجعوك من ناظور، رجعوك كي الكلب. اين السياده يا وليد اللاتي؟ انت اليوم بنت على حقيقتك في الناظور. رجعوك من ناظور، رجعوك من قلب المغرب وقالوا لك خرج هنا اسبانيا. تتكلم انت على الجماجم وتتكلم عن الجزائريين. تتكلم انت جاي من شبه الجزيره العربيه، جاي للمغرب باش تاكل وتشرب. نعم انا اعترف انك وجدت مغربا لا يوجد فيها رجال. لو كان رجال المغرب لدافعوا عن انفسهم، ما جيبوش مسترزق كيما انت. روح جيب بما انك تطالبني بالجماجم. هناك سيده اسمها لاميا. خلاص يا اخي، لحظه سير حسب لحظه يا اخي ياسر، لو سمحت انا سأدافع عن نفسي. شوف هذا الذي كان يوما ما يريد أن يناظر ياسر، يعني شوف كيف تركته ونضجت لكم على نار هادئة إلى أن طلع واحد تبوني. خليني نكمل كلامي يا جزائري. لحظة يا جزائري، إذا أنت تريد تكون سفيه مثله سب وامشي عادي. لا شوف خليني نكمل. قاطعتني. لحظة. هو قاطعك صاحبك. المفروض أنك تقول له ليش قاطعك ويسبني. شفت كيف سب أمي وكيف سب كل شيء. يسب امي وامي مريضه في العنايه المركزه. معليش يا اسعد، انت جبت السب لروحك يا اسعد. انت جبت السب لروحك انت يا اخي. سد المايك. لا اسمع. انت تقول الجماجم والدنيا ايوه جماجم جدك ما زالت عندك. وعلاش ما تشوفش اليمن انت؟ وعلاش ما تشوفش اليمن كما قال لك ياكلوا بالحشيش؟ علاش ما تشوفش اليمن انت؟ اخي اذا تريد تبقى سد المايك عشان نعطيك وتكمل. الله يرحمك. خليني نكمل. انا دعني اعلق على هذا السفيه الذي نزل. صح، اعلق ومن بعد نكمل انا.
لا لا انا اعلق وبعدين تكمل. اذا انا اعطيك الميكروفون. شفتوا هذا الذي كان يتكلم عن الاستقلال، والاستقلال في الاخير امك المراه المغربيه يحوي ويعوي ومدري ايش من هذا الكلام الذي انا اصلا لا افهمه ولا ادري ماذا يقول. هذا اللي قد كنت انا اقول انا احسن واحد في الجزائريين. يا جزائري ما تستحون انكم جزائريين، اقسم لكم بالله هذه تربيتكم، هذه تربيتكم عندكم، انتم تربيتوا هكذا؟ ما فيها يا اخي. الا يوجد متحف انسان فيه جماجم جزائريون؟ ما تسبش يا اسعد من فضلك، ما تسبش يا اسعد، ما تسبش، ما تسبش يا الله اكبر. لا تفتح الميكروفون يا اخي، قروا. استغفر الله العظيم يا جماعه. يعني الى متى ستفهمون يا اخي؟ الى متى ستدركون كيف تدار الحوارات؟ أنا لا أكذب عندما أقول لك في متحف إنسان تروح تدفع 15 يورو تدخل تشوف هذا جمجمة الجزائري وهذا جمجمة الجزائري وهذا جمجمة كذا. هل أنا أكذب؟ لا أكذب. إذا كانوا أنتم تبادلتم جماجم وخالطوكم بجماجم مزورة وجماجم وأعطوكم جماجم للإيجار، أعطوا تبون جماجم فرنسية للإيجار يستأجرها تبون عشان يضحك عليكم أنه أنا استعدت الجماجم حق أجدادنا. هل أنا أقول كلاما خارجا؟ تتألمون أنتم من الحقائق. عندما يجي يقول لي فرنسا هي التي تحصيقت لها، أنت ما قتلت شيء، ما قتلت حاجة أنت، ولا والله يمكن ما قتلت ولا فرنسي واحد في هذا الجهاد. ويجي تقول لي أنا قاتلت وأنا ناضلت وأنا فعلت وأنا تركت. اصبر يا أخي. فبالتالي هذا فارس الحمد لله سقطت ورقة التوت وطلع من إياهم من المجموعة القذرة التي أبوه ليته نام تلك الليلة وما خلفه، أو ليت أن الكلب أكل وترك الفرخة، يعني كان أحسن. يعني جاءت كائنات حقيرة من هذا النوع إلى الحياة الدنيا بهذا الشكل، يعني يعملون تلوث سمعي في منتهى البذاءة، في منتهى الحقارة، في منتهى الانحطاط. لكن الحمد لله شوفوه الآن ياسر حفر له قبر، ياسر هو واخذ المعول حفار القبور. خلاص هذا فارس اعتبروه انتهى، وأحيل إلى مقبرة أسعد الشرعي التي فيها كثير من التبونيون والصحراويون والانفصاليون. تفضل يا جزائري كمل. يا أسعد قبل ما نكمل، والله أنت كبير في العمر وتجيب السب لروحك، يعني وتجيب السب للوالدة تاعك. لا احترم نفسك. لا تبرر سقوطكم الأخلاقي بأن ارفع المستوى. أنتم أخلاقكم رديئة، أنتم ما تربيتوا. صح بلع. خليني نكمل. هيا أقفل. خليني نكمل. ممكن تكلم تعطينا الكلمة من فضلك. أنتم تسبون الله، تسبون الله. معليش خليني نكمل. تسبونه يا اسعد. خليني نكمل. هيا شوف نكمل مداخلتي ونتحدى كولايور هذا، نتحداه ايش امامك. ياسر دافن منكم 250 مليون ونص شهيد في مقبره سعد. خليني الكلام. خليني نكمل. ياسر مليون ونص. خليني نكمل كلامي. ارفع المستوى يا اسعد، ارفع المستوى. خليني نكمل كلامي. اي مستوى يا اخي؟ ارفعوا من مستواكم الانساني والاخلاقي اولا. ما عندكش مستوى، والله ما عندك مستوى. خليني نكمل. شوف مستوى انت بعد بشويه مستوى اخو الجزائري. صح نتحداك يا كولايور، نتحداك انت كذاب. شوف كولايور الله يرحم لك الوالدين الا ما سمعني. اسعد الشرعي خليني نتحداك نكمل لك تحدي. خليني نكمل تحدي. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. كلامي. اسمح لي. انا كنقول لك اسمح لي قاطعتك. اسمح لي روح تفضل. اسعد الشرعي راه ما فهمش الهضره ديال فارس. بالله عليك هذاك مستوى باش هضر فارس؟ ولي نفرض حنا جالسين مع والدينا ومع خوتنا مع عيالاتنا، واش نتوما في الجزائر ترضاو بهذيك الهضره اللي هضرها فارس قدام العائله؟ بالله عليك دابا انت جزائري. يلا انت جاوب. يلا المشكله يا ياسر. لحظه حشومه والله لا حشومه صاحبي. سدوا كلكم. ارفع المستوى. سدوا. هو المشكله لم يقولوا لفارس ارفع المستوى ويقول امك، ما قالوا له. ولو يسب الله ما بيقولوا له. لما يجي عندي انا افحمه بالحقائق ارفع المستوى شويه. هذا ياسر اللي صار لكم تتحدوه 3 سنين، اقسم بالله دافن منكم مقبره كامله، دفنكم كلكم. هذا ياسر ما قدرتوا له. تنافحوا ثم تسبوا امه ولا تسبوا امي وتهربوا ولا المقبره. تفضل يا جزائري افحم ياسر وريني. شوف انا خليني نتكلم. شوف اولا انا قلت لك وثيقه الاستقلال تاخذها البلدان التي كانت في الحمايه، مثل المغرب الذي طلب الحمايه من 1912 الى 1956. فهمت؟ دونك هو المطالب باش يجيب لي وثيقه الاستقلال. فهمت؟ هما عندهم وثيقه طلب الاستقلال، لكن وثيقه الاستقلال ما شفناهاش. فهمت؟ انا الجزائر انا ما عنديش وثيقه استقلال. انا قاتلت فرنسا. فهمت؟ دفعت
الراي العام الفرنسي ان يثور على الحكومه تاعو باش هنايا ندي الاستقلال. فاهم كيفاش؟ ودفعت الحكومه الفرنسيه الى المفاوضات. فهمت؟ اسمح لي صاحبك المهم قاطعك صاحبك. معليش شوف، انا نتحدى، عندي التحدي الاول يجيب لي وثيقه الاستقلال، التحدي راهو مفتوح. ثانيا علاش يكذب كولايور يقول لك سحبنا ملف الصحراء الغربيه من الامم المتحده؟ انا درك راني في الموقع تاع الامم المتحده، راني في الامم المتحده، الاقاليم غير المتمتعه بالحكم الذاتي، هي الصحراء الغربيه في القائمه، راس القائمه، الصحراء الغربيه منذ عام 1963، هي مساحتها 266,000، السكان 612,000. وين هو الملف اللي سحبتوه يا كولايور؟ علاش تكذب؟ علاش تكذب يا كولايور؟ انا لا اسمعه، تسمعوه؟ تسمع فيا؟ انا كنسمعك، انا كنسمع. صح كولايور، نتحداك امام نتحداك قدام 4500 شخص. خلينا دكتور دقيقه، نتحداك قدام 4500 شخص. دير لنا الكاميرا وروح لي للموقع تاع الامم المتحده. انا ما قالش حدا الكمبيوتر باش نجلس حدا الكاميرا. لا شو لا، لانك تكذب. شوف نتحداك، انا غندير لك الكاميرا. انت علاش غادي نكذب؟ شوف روح لي للموقع تاع الامم المتحده. بلاتي اش من غنروح؟ انا كنقول لك انا يعني روح لي للموقع اخويا، روح لي للموقع تاع الامم المتحده. انا نتحداك تروح لموقع الامم المتحده. انا راني سايق، انت انا في الطريق ومعاك انا. وليت سايق درك. لا واش كتشوفها وعلاش تكذب معايا؟ واش كتشوفها بعينيك؟ نعطيك، انا نقرا لك. هاي نقرا لك. انا كتشوفها انت. خلي دقيقه. الاقاليم غير المتمتعه بالحكم الذاتي، هاني هنايا، الصحراء الغربيه. انا هبط لك لتحت في الملاحظه. في 26 فبراير 1906 ابلغت اسبانيا الامين العام بانها انهت ابتداء من ذلك التاريخ وجودها في اقليم الصحراء، وترى من الضروري ان تسجل انها تعتبر نفسها في ذلك. يعني الملف ما زال في الامم المتحده، وانت علاش تكذب وتقول رانا نحينا الملف؟ نتحداك قدام الجميع. ما قلتش احنا نحينا الملف، قلت الامم المتحده سحبت الملف من الغرفه 4 الخاصه. راني في الغرفه الرابعه، انا راني في الغرفه الرابعه. صح. هل هذا خطاب ثنائي؟ علاش ما نحاتش من الموقع؟ هل هذا خطاب سؤال جواب الاخ اسعد؟ لا دكتور خليه يكمل معايا، الله يعيشك. كولايور جاوبني. جاوبني قدام الناس. علاش تكذب؟ اش بغيتي نقول لك؟ علاش تكذب؟ علاش تكذبوا؟ علاش كنكذب؟ انتم وثيقه الاستقلال ما كل شيء ما كاينش، راه حتى حنا ما كاينينش واقيلا. يا ودي جيب لي وثيقه الاستقلال. ما عندك جوج اسئله. شوف فرنسا محمد البكاي اللي كتعترفوا به انه يمضي على تلك الوثيقة التي رفعت إلى البرلمان الفرنسي، والبرلمان الفرنسي يأخذ فيها من 6 أشهر إلى 9 أشهر، وبعد المصادقة تم الإعلان عن الاستقلال بتلك الوثيقة. وين الوثيقة؟ انتم اللي قلتوا لنا جيبوا الوثيقة. وين وثيقتك؟ أين وثيقتك؟ علاش تكذب؟ أعطيني الوثيقة تاعك. جيب لي الوثيقة الاستقلال تاعك. انت ماكش مستقل. واعطيني ديالك انت فين هي؟ لا انت الحجه على من ادعى؟ انت اللي قلت جيب لي وثيقه. جيب لي وثيقتك. اسمع مني في وثيقه الاستقلال. انت قالت الله ينتهي. كيقول لها انتم تصونون استقلالنا، حنا الاستقلال سالينا منه، راه انتم اللي باقا روسيا كتصون الاستقلال ديالكم انتم. الكلمه الاخ اسعد ممكن؟ تفضل. خلوا عطوا الاخ اللي تحت يا اخي فرصه لو سمحتوا. ايوا بارك الله فيك. صحيت. واش الرئيس ديالك غير مؤخرا تيقول قدام بوتين نشكرك لانك تصون استقلالنا؟ انت كذاب وخراط. اغلقونا المايك من فضلكم، خلونا نتكلموا من دقيقه. اسمحوا لي دكتور، خلونا نشوف. انتم دوله حديثه تاسستوا في 62، دولة حديثة تأسست في سنة 1992. كلام مقاهي يا كولايور، تتكلم كلام مقاهي. سد المايك يلا خلينا نسمع الدكاترة. يا ياسر سد خلينا نسمع الدكاترة لو سمحت. تفضل يا دكتور. وش عملت اسعد؟ مشات لي الصورة كلها.
اي صوره عندنا شايفك واصل سير. انا مع هذا كنت حاب نوري لك انا واش كانوا يتكلموا في الخريطه. حبيت نوري لك واحد الصوره بالكاميرا. افتحها ولكن اوكي افتحها. انا اكبر لك الشاشه كمان. تفضل افتح. ايوه اصبر تشوف. الدكتور الصنايبي هو اللي طالبكم. هو طلب القسط للاسف ما شفته. يبدو انه غادر ولا هو اللي طالبكم وهو اللي ممكن يطالبكم من جديد. طيب يا اخي افتح. يلا افتح. يعني اصبر. ايوه اوكي دقيقه. ايوه نكمل الكلام اولا ونوريكم. راكم تشوفوا